ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنحل مع بعض اللغز ازاي هنجدد فيه مشروب البلح باللبن. عندنا طبعا البلح باللبن عملناه فزهقنا منه، فاتبقى منه كوبايه او 2 زي ما انتم شايفين بالشكل ده، عشان نجدده ونعمل عصير تاني حلو طاقة كده لأولادنا بما إنهم في المدارس بقى إن شاء الله. اللي بيتعود إن هو يصوم لسه جديد أو بيروح الجيم برضو قبل الفطار، فإزاي نعمل عصير حلو مغذي ويخلينا طول النهار في حالة كويسة، مش متعبانين أو أي حاجة كسلانين. هنعمل ايه؟ جبنا التمر اهو بالبلح بتاعنا، هنزود عليه شويه لبن وممكن علبه زبادي باقيه من السحور، عشان زي ما احنا قلنا هنحل مع بعض البواقي ازاي نعملها حاجه جديده. يبقى معانا اللبن بتاعنا اهو، وبعدين كمان ايه هنعوز طبعا زي ما انتم شايفين معانا عسل، معانا جوز الهند معلقه، معانا شوفان ولازم يكون على النار كده تشويحه، بتشوح على النار يعني متحمص، ومعانا كمان عين جمل لو موجود في الوصفه، مش عندنا خلاص عادي خالص مفيش اي مشاكل. معانا طبعا ممكن لوز اي حاجه، لو عندنا سوداني فول سوداني عادي خالص هيبقى زي الفل، ومعانا ذره الملح بتاعنا عشان نجدد عندنا العصير ويبقى عصير فيه غذاء كده ويدي طاقه لاولادنا اللي بيروحوا المدارس او اللي بيلعبوا جيم، او احنا طبعا بنبقى تعبانين وجعانين وعايزين حاجه كده نشربها. ممكن نصلي بقى بعد كده المغرب وبعد كده نحضر الاكل بتاعنا. هنحط الباقي عندنا زي ما انتم شايفين من البلح عندي والتمر، وممكن نعمله حاجه تانية خشاف نزود عليه حاجات لو عندنا، وعملنا الخشاف قبل كده وممكن انزله لكم على الفيديو ده ازاي بنقدر نعمله وازاي نحل برضو اللغز ده ببواقي بقى الحاجات اللي عندنا من حاجات رمضان. كل سنه وانتم طيبين. هنحط طبعا معانا لبن، هنزود وممكن زي ما انا قلت علبه زبادي، نحط عسل بقى على العصير ده عشان خاطر الفايده بتاعته ما تضيعش، عشان احنا قلنا هنعمله بقى ايه طاقه كده تدينا طاقه، فلازم كل حاجه تبقى صحيه. معانا جوز الهند بالكميات اللي انتوا حابين، نحط معلقه، ومعانا طبعا الشوفان بتاعنا برضو معلقه، يكون متحمص على النار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهحط كمان ذره الملح بتاعتنا، وكمان ايه عين الجمل بتاعتنا عشان يبقى عندي زي ما انا قلت مشروب الطاقه بتاعنا حلو ومغذي. اهو هنكسرها كده ونحطه عشان يتضرب معانا اهو. طبعا بقى مش هقول لكم على فوائد العين الجمل، لا تعد ولا ايه تحصد، طبعا ده بقى اللي يتكلم عنه الدكاتره مش انا. اهو هنحط كل ده ونسيب 2 3 كده نحطهم على الوش، ممكن فول سوداني زي ما انا قلت وهضربه. وطبعا كده خلص حل اللغز بتاعنا ازاي نعمل بعصير الباقي عندنا التمر اللي هو باللبن، عملناه عصير تاني مشروب طاقة. كل سنة وانتم طيبين. هنفرغه بقى عندنا في الجار بتاعنا بعد الضرب.